السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله الحجازية الإسكندراني، من الحلويات اللذيذة جدا جدا وخصوصا محب القرفة. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي وأفكركم باللايك، كمان الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا نبدأ المقادير والطريقة. معايا المقادير: كوبايتين من الدقيق الأبيض المنخول، وكوبايتين من دقيق السميد، كوباية مية للعجن، كوباية زيت على سمنة أو سمنة بس أو زيت بس حسب ما تحبي، باكت خميرة فورية، رشة ملح، معلقة سكر كبيرة. يلا بينا نبدأ الطريقة. هنزل كوبايتين دقيق السميد على الدقيق الأبيض، أخلطهم ببعض وعليهم رشة الملح، خميرة الفورية، ومعلقة السكر، وهقلب كل ده مع بعضه. اخلطهم ببعض كويس. بعد كده هنزل بكوباية زيت على سمنة او سمنة بس زي ما قلت لكم، او زيت بس حسب ما تحبي، وبرضه هقلب كويس لحد الدقيق كله ما يتشرب من المادة الدهنية. هسيب بقى المعلقة وبصوابعي كده هبدأ أدخل المادة الدهنية في الدقيق. أشوف شكله بقى عامل إزاي. هبدأ بقى أضيف المية واحدة واحدة، يعني ما أحطش الكوباية كلها لأنها ممكن ما تاخدش الكوباية، وبرضه بضيفها شوية شوية علشان دقيق السميد بيشرب السوائل بسرعة، فأضيف شوية شوية وأعجن لحد ما تتكون معايا عجينة ناعمة كده وطرية ومش بتشقق. خلاص كده اتكونت معايا عجينة ناعمة وطرية اهي وحلوة. شوفي فاضل في الكوباية قد ايه، يعني تقريبا ربعها مية، ما اخدتهاش كلها. لو اخدتي حتة كده من العجينة وكورتيها واتكيتي عليها بصبعك كده هتلاقيها ما تشققش، يبقى خلاص كده تمام، كده مش محتاجة مية تاني. هغطيها واسيبها في مكان دافي عشان تخمر. هتاخد هي وقت شوية لان الدقيق السميد برضو بياخد وقت في التخمير، يعني حوالي ساعة الا ربع او ساعة كده. خلاص العجينة بتاعتي خمرت، وبرضو مش بيعلى قوي في التخمير زي الدقيق الابيض. هاخدها اقسمها نصين، وهجيب الصينية بتاعتي. الصينية دي مقاس 28، هدهنها زيت كويس قوي، وهنزل فيها النص الاول وهفرده في الصينية بالشكل ده كده، واخلي له حرف كده لفوق عشان لما احط الحشو. هاجي بقى بالنسبة للحشو هنزل كوباية سكر حبيبات عادي، كوباية من دقيق السميد، و3 معالق قرفة، 3 معالق كبيرة، وهضيف معلقتين كده جوز هند ومعلقتين زبيب. مش عايزة تضيفيهم مش مشكلة. انا هنا ضفت حتى جوز هند بس ما ضفتش الزبيب.
هقلبهم ببعض كويس، وهجيب ميه وانزل برضو بيها شويه شويه، منزلش مره واحده، لحد ما اخليها يعني زي رمله البحر كده لما بتتبل ميه، يعني ما تبقاش عجينه طريه كده. تلاقيها محتاجة شوية مية تحط لها. شوف بقت عاملة ازاي. خلاص كده الحشوة جاهزة، هنزلها على العجينة اللي انا فردتها في الصينية. وافردها فوق الوش كله كده. تبقى لذيذة قوي قوي واحلى من اللي بتشتريها جاهزة كمان. كده انا فردت الحشوة حلوة قوي فوقيها، اخدت الوش كله اهو. هاجي بقى بالنسبة للجزء التاني من العجينة، هفردها على صينية مقاس 28 برضو نفس المقاس. اهي انا فردتها على الصينية. في بقى حاجتين، يا اما تاخديها تقلبيها فوق الحشوة زي ما هي كده، يا اما تعمليها رول تبرميها وتنزليها على الحشوة. انا عملتها معاكم قبل كده في بداية القناة، ونزلتها فوق الحشوة على طول كده مرة واحدة. المرة دي انا هبرمها رول عشان لو عايزة تعملي الطريقة دي او دي تعمليها. يعني الاسهل بالنسبة لك. هاخد كده الرول ده وافرده على الوش اهو بالشكل ده كده. وطبعا بقى بتظبطيها، فيها جزء زايد في ناحية وناقص في ناحية، قطعي من الزايد وحطي في الناقص، بتظبطي بقى الوش. مفيش حاجة بتبان يعني لما بتستوي، بيبقى كلها زي بعضها. خلاص كده انا فردتها كلها اهي بالشكل ده. هجيب شوكة واعمل فيها خطوط طولية كده وخطوط بالعكس. طبعا انا مولعه الفرن دلوقتي، الفرن سخن على درجة حرارة 180. هقطع الحجازية قبل ما ادخلها. هدخلها في الرف الأوسط لحد ما تاخد لون كده من الأطراف. هتطفي النار اللي تحت وتولعي الشواية تاخد لون حلو كده من فوق. وادي الحجازية بتاعتي اهي بعد ما استوت واخدت اللون الجميل ده، طلعت من الفرن. شوفي شكلها حلو ازاي وريحتها بقى جميلة جدا.
والطعم في منتهى الجمال وطرية خالص كده زي ما انت شايفة. قطعت حتة منها اهي، شوفي الجمال والحلاوة، شوفي طرية ازاي وريحتها جميلة جدا وطعم احسن ما بتشتريها جاهزة. يلا جربي الحجازية بالطريقة الحلوة دي ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش باللايك، عايزة لايك للفيديو كتير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا أصحابكم الفيديو بالهنا والشفا.